ونحن أيها الإخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. وإنني أيها الإخوة لا أقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني أقوله عن عقيدة ثابتة، لأنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شان، ولن يقوم لنا قائمة إذا اقتصرنا فقط على الخطب والتصريحات والوعود والوعيد، فهذا ليس شأننا أيها الإخوان ولا شأنكم. ونحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. نحن لسنا ممن يطلب الإعانات والقروض، ولسنا ممن يستجدي في سبيل بعض المسائل المادية الزائفة، ولكننا ندافع عن مبدأ ندين به بعد الله وبعد عقيدتنا الإسلامية، بأن العرب يجب أن يدافعوا عن حقوقهم. أيها الأخوة الكرام، نحن كما قلت لا نريد من إخواننا العرب إلا أن نتصافى فيما بيننا بأخوة ونتعاون على إسعاد شعوبنا والنهوض بها، وألا نستعمل قواتنا وبوليسنا في التدمير والتخريب وفي إرهاب المواطنين وفي سلب أموالهم وحرياتهم وكرامتهم، فهذا ليس. فهذه أيها الإخوان ليست من غاياتنا ولا من أهدافنا، ونحن لا نطلب من إخواننا العرب أي مساعدة ولا أي غاية من الغايات نهدف إليها، ولكن نريد من إخواننا العرب أن يحترمونا كإخوة لهم، وأن يحترموا استقلالنا وحريتنا، وأن يحترموا وطننا وأبناء وطننا. أما من أراد أن يغمط هذه الحقوق وأن يعتدي فسيقابل بأشد ما يمكن من قبلكم أنتم أيها الإخوان. لأنكم أيها الإخوة لم تتعودوا في حياتكم أن تحكموا من الخارج ولا أن يتسلط عليكم أحد، فقد عشتم منذ القرون الأولى وقبل الإسلام إلى هذه اللحظة وأنتم أحرار لا يحكمكم إلا أنفسكم، ولذلك فلن تقبلوا حكما غير حكمكم. أما من مد لكم يد الأخوة والمحبة والتعاون فستفتحون له قلوبكم قبل أيديكم، وهذا واجب على كل عربي ومسلم. إخواني وأبناء وطني، إنني حينما أتكلم
فلست أتكلم كفيصل، ولكني أتكلم كفرد منكم وكمعبر عن مشاعركم أنتم، لأن هذه الأشياء تخصكم أنتم قبل أن تخصني أنا، وما أنا إلا تابع لكم ومتجه بتوجيهكم وبإرشاداتكم. ولست أقول هذا من باب التزلف أو النفاق، والله سبحانه يعلم إنني لا أقول هذا إلا عن عقيدة، لسبب واحد، وهو أنني أعتقد أنني حينما أخدمكم وحينما أكون في خدمتكم فإني أعتبر هذا أعز مقام لدي، وإذا كان هؤلاء الناس يهتمون أو تروق لهم الألقاب والأسماء كملك وخلافة، فوالله لن تقوم عندي هذه مقام شعرة في سبيل خدمتكم وفي سبيل الاعتزاز بكم أنتم لأنني أعتبر خدمتكم والاعتزاز بكم هي أكبر مقام وأكبر شرف يمكنني أصل إليه. هذه هي الحقيقة أيها الإخوان.